هذا المكان بالكامل معمول من الذهب الخالص. الخطار اللي يجي السائح يجيب رزقه وياه. وصلنا عند المرقد الثاني، مرقد الإمام الحسين، هذا هو اللي وراي. أنا كنت متوقع إشي مالح ولكن فعليا فيه إشي هيك حلو حامض. هذا اللي وراي مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف. في زمن خلافة الإمام علي كرم الله وجهه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في شخص مجهول في الدولة يروح كل يوم بالليل يحمل على ظهره كيس من الطعام، يروح على بيوت الفقراء والأرامل يوزع عليهم بدون ما حدا يعرف مين هو، وبالنهاية يرجع على بيته وما حدا يعرف مين هو أبدا. ولكن بعدها بسنين في أحد الأيام فجأة انقطع هذا المدد، بطلت توصل هذه الوجبات على بيوت الفقراء والمساكين. وتصادف هذا اليوم مع يوم وفاة الإمام علي رضي الله عنه، وهذا الاشي خلى الناس يعرفوا في هذاك اليوم انه الشخص اللي كان بيوزع عليهم هذه الوجبات كان نفس الشخص اللي موجود في المرقد اللي خلفي الآن، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام علي. كان ينزل بنفسه يوزع هذه الوجبات، مع أنه كان بحكم دولة واصلة من بلاد الفرس إلى مصر، دولة هائلة الحجم، ولكن من تواضعه ومن حسن خلقه وكرمه كان ينزل بنفسه يوزع على الفقراء والمحتاجين ويرجع على بيته. فاليوم أنا من أمام مرقد الشريف في مدينة النجف. بدنا نبلش فيديو جديد. هذا الفيديو راح أزور فيه مدينتين من أقدس المدن عند أتباع المذهب الشيعي، اللي هم راح يكونوا مدينة النجف ومدينة كربلاء، وبدنا نتعرف عليهم في هدول يومين معي في دولة العراق. خلينا نبدأ الفيديو. قبل زيارة العراق كتير ناس حذروني من الذهاب لكربلاء والنجف بسبب كوني سني، الشيء اللي ممكن يزعج أهل المدينة ويتسبب بمواقف خطيرة. لذلك بطبيعة الحال قررت أذهب وأشوف بعيني بدل ما أحكم من اللي بسمعه. وعلى حظي صادف اليوم اللي رحته أحد المناسبات المهمة في كربلاء. هذه تجربتي كاملة كشخص سني يزور أقدس المدن الشيعية. رحلتنا اليوم ستبدأ في النجف الأشرف، ومش من أي مكان موجود في النجف، وإنما من المكان اللي بدأت فيه مدينة النجف وبسببه كونت هاي المدينة فعليا. أنا موجود حاليا في مرقد الإمام علي رضي الله عنه الموجود في النجف. هذا المكان اللي بعد ما دفن سيدنا علي رضي الله عنه تقريبا تقدروا تحكوا إنه وقتها تم بناء مدينة حوله من الناس اللي وجدوه مكان طبعا مقدس بالنسبة لهم، مكان مهم له رمزية عالية. فمن هذاك الزمن بدأت تتكون مدينة النجف. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. نروح لكم احنا من أحد متابعيني، نروح لكم فدوة يا طيبين. وأنا بتمشى مريت من هذا الباب مكتوب باب الإمام الحسين، اسمه باب الإمام الحسين. إذا بتطلعوا فوق المقرنصات، هذا الفن المعماري يا جماعة كل ما أشوفه في مكان فعلا بتشوف نوع من الإبهار العجيب. فواضح إن هون رح ننبهر في الطراز المعماري اللي مبني فيه المرقد بشكل عام. هذا بس مكان صغير هيك مرينا عليه، حتى الباب مش مفتوح، ولكن حبيت أفرجيكم التفاصيل، جمال التفاصيل اللي موجودة في المبنى. عيط يبا. مرينا على مطعم عشان ناكل وجبة الغداء، ففي شغلات لفتت نظري بالوجبات. يعني شوفوا هون عندنا هذا بسموهن تشريب لحم، اللي هو لحمة عليها صوص بندورة وفي تحتها خبز. في عندنا هون الرز العادي، ولكن في هذه الأكلة وهذه الأكلة لفتوا نظري لأنه مختلفين عن الشغلات اللي بالعادة أكلتها. فعلي شو هذا؟ خبرني. هي القيمة النجفية. قيمة فسنجون. فسنجون. شو هي القيمة يا حج؟ قيمة من نجفية. قيمة. شو المكونات؟ شو المكونات؟ حمص. بعد. حمص بطحين. ايه حمص بطحين. قيمة حمص ولحم فقط. ولحم. فهذه القيمة حمص ولحم وبس. حمص بطحينة ولحم. حمص بطحينة ولحم. والفسنجون خلينا نجربه يا جماعة. هذا اسمه فسنجون، غريب، أول مرة بشوف هذا الاشي. الواضح إنها أكلة نجفية.
انا كنت متوقع اشي مالح، ولكن فعليا فيه اشي هيك حلو حامض، كأنه في طعم تمر هندي. ايش ودبس الرمان؟ تحطوا فيه دبس الرمان؟ لا يا زلمة معقول؟ والله. وجوز. خلينا نجرب القيمة، هذا اسمه القيمة. رهيب، رائع. بالمواكب بوزعوه كثير تحديدا. طعمه رائع، كأنه قريب من الأكل الهندي شوي من ناحية التوابل. كل شيء دايب في الخلطة هاي، وبتاكله مع الرز. فيه لحم، فيه حمص، فيه طحينة. رائع. صحة وعافية يا حج. بعد ما تغدينا أخذت لي كاسة شاي، ولاحظت واحدة من العادات، الطريقة اللي بيشربوا فيها الشاي هون، إنه أول شيء بتمسك الكاسة بتصب شوي منها جوا الصحن، لأنه الشاي بيكون كثير سخن، فهيك ببرد أسرع وبتشرب من الصحن. فبهذه الطريقة بتشرب كاسة الشاي بدون ما تنصمت، بدون ما ينحرق لسانك. واو، كنت بفكر بس باليمن، طلع برضه في العراق هاي الطريقة. يعني مالك بالعادة تشرب من الجلاس على طول؟ لا أبدا، دائما هيك. والله دخلت بجانب المرقد على سوق مختص بموضوع اللي هي العبايات والعقال تحديدا، وببيعوا الحطات وغيره كمان. العقال العربي، التاريخ العربي الأصيل. نعم. يصنع هنا. يصنع هنا، من هنا يصنع إلى مدينة الناصرية، إلى مدينة النجف، إلى مدينة كربلاء والكاظمية. هذا الاختصاص كلياته شغل إيد. لا، كله شغل إيد. أنت من لبنان؟ من الأردن. من الأردن. حياك الله وحيا الله الملك. بارك الله فيك والنعم منك والله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. يعطيك العافية يا عم. متي بالجرح، ما كان متي بالعجل. معك باور بانك؟ بدي أسألك شو المادة اللي بنصنع منها العقال؟ كيف طريقة الصنع؟ هل هي قديمة في هذا المكان؟ هذه المادة هذا كله صناعي. الخيط كله صناعي. نعم. عندنا خيط انجليزي، عندنا خيط تركي، عندنا خيط سوري، عندنا خيط عراقي. وبتنصنع من الصفر عندكم؟ من الصفر بي. من الصفر بالكامل. هذه كلها العقالات شغلكم هون في المعمل؟ كله شغل بالمعمل. ومن كم سنة بتشتغل في هذا المجال؟ عن ابوي، عن جدي. والله مهنة متوارثة. متوارثة بي. الشماغ هذا اللي أنا لابسه، هذا أصله من وين؟ هذا زين سوري، هذا من سوريا نجيبه. من سوريا؟ اي بلي. هذا أصله مش من العراق؟ لا من سوريا احنا نجيبه. شوف قبل كنا نصنع بكربلاء. اي هسه بعد عافوه السوري. لا لكن الأصل بالتاريخ. أصل كربلاء. أصل بكربلاء. اي بكربلاء. موجود معمل كربلاء عندنا، موجود بالنبي. بس أصله من كربلاء. من كربلاء. احنا الفرات هنا. طب ليش سموا الكوفية على اسم الكوفة؟ على اسم الكوفة. هو الفرات يلبس منها. انتوا تلبسون الأحمر المشرشب، أنا سويت الملك حسين عبا. والله ما شاء الله. بالله عليك. الملك حسين بالقذافي وصدام حسين. لا سويت لهم عبا من هون. من انا وديت من هناك بيدك. شنو هاي؟ السلام عليكم. ورحمة الله. يعطيك العافية يا حج، كيف الحال؟ السلام عليكم. يا الله، تسمح لي أسألك سؤالين عن الكوفية. بدي أسألك إذا عندك علم عن أصلها، من وين إجا؟ أصلها السومري، من السومريين. من السومريين. نعم. شو كان الهدف منها؟ هي الهدف لباس، غير بعد شنو يعني كلباس ثقافي. هي لباس. هي الساعة، هاي المنقوشات، الشيء موجودة سومريين. هاي لباس الكوفية، حتى بها خطوط همات. وظلت مستخدمة في العراق من وقت السومريين بنفس الطريقة؟ لا يعني بها تحديثات حدثوها. النقوش تختلف، مثل المساحة، الكبر، الزور. شوفوا يا جماعة، هون هذا اللي هو أصل العقال، يعني بيكون بهذا الشكل. هذا بتصنع يدويا بالكامل؟ كله يدوي. فهذا عندنا هذا
اللي هو الخيطان. الخيط الخيط هذا بتحول بالنهاية. هذا الغزل الأصلي، هذا فوق العقال. هذا يجينا من سوريا استيراد. هذا بيجيكم من سوريا استيراد. واحنا نشتغله بدينا. جميل. كله هذا بصير من الصفر عندكم هون. عبارة عن خيوط وغزيل ودرجة أولى ونشتغله بدينا حياكة يدوية. فهو فعليا العقال خيط ملفلف. خيط واحنا نطلع له شعر. كيف بتطلعوا الشعر؟ بالفرشة السيم. بس هو بيه نسبة، يعني بيه نسبة من المغز. نعم. يطلع له شعر. هلا هذا اللي هو ما فيه شعر، لو استخدمت عليه الفرشاي بيطلع شعر يعني؟ ما يطلع. يعني هذا مفروم زايد وما يطلع. نوع البرمة بتكون مختلفة. بألف خير. طمنا عنك. اوه والله ما في داعي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. فهذا هو الصحن الداخلي اللي احنا فيه، وهلأ داخلين على مكان وجود المرقد اللي هو موجود في داخل هذا المكان. ايه هلا حكي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اول ما تدخل في مكان المرقد بقابلك مكان اسمه ايوان الذهب. هذا المكان بالكامل معمول من الذهب الخالص، كل اللي شايفينه وراي هو ذهب خالص، وحتى اللون الأزرق اللي موجود في هذه الزخارف يا جماعة، هذا اللون الأزرق مش موجود إلا هون في العتبة العلوية. هذا اللون هم سجلوه باسمهم، أي حدا بده يستخدمه خارج هذا المكان لازم ياخد إذن العتبة العلوية. فتخيلوا هذا اللون الأزرق مميز فقط في هذا المكان. بدنا ندخل هلأ إلى الداخل. أول ما تدخل بتقابلك غرفة أولى فيها كمية هائلة من المرايا على السقف بشكل عجيب، منظر لا يمكن وصفه. بعدين تدخل عند قبره، قبر الإمام علي كرم الله وجهه. طبعا طول ما انت موجود هون في عدد كبير من الجنائز بتمر من الداخل، لانه احنا حرفيا محاذيين لمقبرة وادي السلام اللي هي تعتبر اهم مقبرة موجودة مش بس في النجف وانما في كل العالم الاسلامي للمذهب الشيعي. فبالتالي في كثير ناس بتصلى عليهم هون، وبعدين باخدوا التابوت او باخدوا الشخص، بتمر الجنازة من هذا المكان للتبارك فيه، بعدين بيروحوا باتجاه مقبرة وادي السلام. في مكان مخصص فقط لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم عاملينهم هون مسرب خصوصي اللي بدهم يدخلوا لعند القبر. كل الذهب المستخدم حوالينا اللي شايفينه هذا كلياته ذهب عيار 24 اللي هو الأعلى طبعا في الذهب.
فبالتالي يعني أفضل ما يمكن من الذهب والمجوهرات والإشي اللي ممكن يجود فيه الإنسان لشخص جايدين فيه في هذا المكان بشكل يعني مهيب. استمتع بالزغرفة بس. هون في عنا مدخل صحن فاطمة عليها السلام. هلا بندخل بنشوف شو هو. في الصحن الداخلي للمرقد في كثير مناطق للصلاة، ولكن اللي لفت نظري المظلات اللي شايفينها فوقنا. هاي نفس المظلات اللي بتشوفها في الحرم المدني في المدينة المنورة. التصميم الخارجي للمرقد جميل جدا. في عنا اللي هي البلاطات، أتوقع الزليج اللي هي بتكون من السيراميك، شايفينها مكتوب عليها زخارف إسلامية، كتابات، آيات قرآن. هذا النوع من التصميم نوعا ما بتقدروا تحكوا النوع البسيط المريح للعين، ولكن لما تدخل جوا في المرقد نفسه بتدخل بتحس حالك انبهرت، انفجر دماغك من كمية الإبهار، المرايا والإضاءات، ذهب، الألوان، إشي فظيع. فبتدخل المنظر حرفيا بهبلك من جماله. بعدين بتطلع بترجع على المناطق اللي هي مريحة للعين، يعني إنك تقعد بترتاح، اللون الأزرق، اللون الأصفر، السيراميك اللي هي الزخارف هاي الحلوة جدا. تيجي هون تقعد ترتاح، ولكن في الداخل بتنبهر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا اللي أنا فيه سموه صحن فاطمة، أحد المناطق الجديدة اللي وسعوها في المسجد. العجيب إنه صحن فاطمة ما فيه زوار، مع إنه مفتوح للزوار، ولكن لأنه جديد لسه مش مندلين عليه الناس، يمكن فبالتالي نوعا ما فاضي. فأي حدا بده يجي ياخد وقت لحاله هون بيقدر يجي على هذا المكان. خلف الأبنية اللي وراي هدول موجود مرقد الإمام علي، ولكن أمامه تماما هذه مقبرة وادي السلام، أكبر مقبرة في كل العالم يا جماعة. هذه المقبرة فيها تقريبا مدفون 6 مليون إنسان. تخيلين قد ايه يعني 6 مليون إنسان؟ يعني تقريبا أكثر من عدد مواطنين دولة، أكثر بكثير. بعض الدول عدد مواطنيهم 2-3 مليون، هذا ضعف مواطنين عدد دولة. هذا المكان قد ما هو مهم مسجل في قائمة اليونسكو كأقدم وأهم مقبرة في العالم الإسلامي. مدفون حتى فيها كثير من الأولياء الصالحين وبعض الأنبياء، منهم النبي هود والنبي صالح. طبعا بدأت أهميتها تقريبا قبل 1400 سنة، اللي هو وقت وفاة الإمام علي، وقت استشهاده. فبالتالي بعد هداك اليوم الناس بهدف القرب منه بدأوا يحضروا موتاهم من حول العالم عشان يدفنوه في هذه المقبرة. واليوم هذا اللي بيصير فعليا، الناس تحديدا من المذهب الشيعي بيحضروا موتاهم من حوالين العراق، من حوالين العالم، بيرسلوا موتاهم عشان يتم دفنهم هون بالقرب من قبر ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام علي كرم الله وجهه. فهاي هي المقبرة اللي موجودة خلفي، مكان هائل ضخم. يعني هلا كيف الحال؟ حبيب قلبي، رحم الله والديك، بارك الله فيك. عازميننا على الغداء تحت في المقبرة يعني ولا شو؟ أول ما طلعت على المنظر من هون ببين إنه نهايته يعني هناك عند العلم تقريبا، إذا شايفين العلم يا جماعة. طيارة الدرون، المقبرة أضعاف هذا اللي احنا شايفينه أمامنا، ضخمة، 6 مليون إنسان. فاطلعوا معي على مقبرة وادي السلام. طبعا واحنا جايين من بغداد شفنا كتير سيارات حاملة توابيت على سقفها وجاي باتجاه النجف. هدول كلياتهم ناس
جايبين موتاهم عشان يدفنوا في مقبرة وادي السلام بالقرب من الإمام علي رضي الله عنه. فهاي هي المقبرة، شفناها من الأعلى. طبعا عدد الناس المدفونة هون أكثر من 6 مليون، ولكن حسب الإحصائيات بيحكوا إنه بوصل ل10 مليون، 10 مليون إنسان. ولكن أنا بحكي أكثر من 6 مليون عشان يعني احتياط، اللي هو هذا 100%، بس ممكن يوصل ل10 مليون العدد الفعلي، ولكن يعني مو متأكد. للأسف يا جماعة الوقت لم يسعفنا أن ننزل نعمل جولة في الداخل، ولكن هذه هي المقابر. في عنا شارع هون، أحد الشوارع اللي بمر جنب المقبرة زي ما شايفين. طبعا طريقة الدفن يا جماعة عند المذهب الشيعي مختلفة نوعا ما عن المذهب السني، لأنه عندهم بعض الخصوصيات في موضوع القبور والدفن. إنه بكون في عندهم أحيانا بكون لكل عائلة في سرداب مثلا، والسرداب ممكن يندفن فيه على أكثر من ليفل، وتفاصيل للأمانة أنا مش كثير بعرف فيها. بس يعني زي ما شايفين هون في عنا أبواب، هاي بتنزل على سراديب بتكون مختصة لعائلة معينة، هم بيشتروا السرداب وبصيروا بدفنوا فيه موتاهم. هاي في عنا هاي المنطقة بتكون لأحد العائلات. شكرا. حديقة الغدير. بارك الله فيك. الله يخليك. شو هذه حديقة الغدير؟ حديقة الغدير هاي ثيم بارك، تعتبر مدينة النجف، بيها نصب مهم جدا يجسد لحظة تاريخية مهمة اللي هي لحظة بيعة الغدير، غدير خوم. أهلا. شكرا. واحنا رايحين يا جماعة بالطريق لضريح الإمام علي، لفت نظري على الطريق تمثال أو نصب منحوت، يعني فعلا بجذب العين. وحظي اليوم إني مع الشخص، أنا حظي حلو مع الشخص اللي ناحت هذا النصب اللي هو الأستاذ أحمد البحراني، يعني فنان معروف غني عن التعريف. فبدي أسألك عن النصب. أول شيء مساك الله بالخير. الله يمسيك بأنوار النبي يا رب. نرحب بك بالعراق ومدينة النجف. شكرا. مدينة الزائرين، المدينة تستقبل كل العالم من كل الأطياف من كل الأديان. هذه المنطقة الحديقة قريبا جدا تم افتتاحها ما صار أشهر، ولكن هذه المنطقة كانت عبارة عن خرابة كبيرة، مكان مكب نفايات، ملتقى للهومليس، للأشياء القديمة، للحيوانات السائبة. ولكن بجهود جبارة من العتبة العلوية تحولت إلى مزار، إلى حديقة احتفالات عظيمة، أصبحت ساحة احتفالات رئيسية في المدينة. اللي الفخر أنه كنت جزء صغير جدا في مجهود لفريق عمل كامل، فكلفوني بهذا النصب التذكاري اللي هو يمثل بيعة الغدير. العمل يعني تعاملت معاه بطريقة فنية عالمية ترتقي إلى ما موجود في العالم. القضية فيها ذكرى تخصنا احنا بالتحديد، ولكن العمل خليت به كل جهدي الفني وكل خلاصة تجربتي الفنية. كان عمل جبار، عمل هائل. وبالمناسبة هذا أول عمل إلي بالعراق جماهيري. أي أنا أعمالي موجودة، أعمالك عالمية أكثر 5 قارات بالعالم موجود، ولكن كنت أتمنى يكون لي عمل بالعراق، وإذا يكون في مدينتي بين أهلي وناسي. والسعادة الجميلة اليوم قاسم أبو حتوتة موجود معانا، رحم الله والديك، ومرحبا بك وبأهلنا بالأردن. شكرا. وكل الوطن العربي، الأردن له كثير بقلوبنا رغم الفوز علينا بالمنتخب، بس نسينا لكم إياها. إن شاء الله الكرة لا تفرق ما يجمع الزمن. نسينا لكم إياها، نحبكم فرحانين بيكم. سلمت إيدك، شرفنا والله أستاذ أحمد. شكرا. الفكرة من هذا النصب اللي في حديقة الغدير حاليا زي ما شايفين في عنا إيد ماسكة إيد ورافعاها. هذا النصب يمثل اللي هي بيعة الغدير اللي مسك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إيد سيدنا علي رضي الله عنه، ورفعها وقال الجملة المشهورة: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فهذا النصب يمثل بيعة الغدير. طلعنا من مدينة النجف يا جماعة، وإحنا حاليا متوجهين
إلى محافظة كربلاء المقدسة، مدينة كربلاء. وعلى حظي اليوم طلع إنه في مناسبة اللي هي مناسبة ولادة الإمام المهدي، فرح يكون في احتفالات كبيرة، رح يكون في تجمعات كبيرة في كربلاء، ورح يكون من حظنا إنه رح نشوفها. فهلأ إحنا على مدخل المدينة زي ما شايفين، محافظة كربلاء المقدسة. طول الطريق من النجف إلى كربلاء عم نشوف أماكن بهذا الشكل مكتوب عليها مواكب. هذا المكان موكب وحسينية زي ما شايفين هون، موكب وحسينية فاجعة سامراء. فنزلت بدي أشوف شو فيه. شوفوا أول ما تنزل في هون بقدموا للناس اللي جايين باتجاه كربلاء، أتوقع هذا شاي، في عندهم هون حلو. خلينا ندخل جوا. هذا عندنا قاعة هنا للصلاة وقاعة للمنام. نعم. خوش. وهاي للرجال وهاي للنساء نفس ومفتوح للجميع. للجميع. وفي منامه. وفي منام. اي حدا بيقدر يوقف هون. لا ما احنا، هي قضية مو تابعة ملك الأحد. اسمها حسينية. فالحسينية احنا ندفع فلوس بس ملكيتها مو إنه تصير ملكيتها عامة. يعني انت تقدر تقدر تتملكها شلون؟ اذا اجيت خدمت بيها، خدمت الزوار بيها، تصير انت صاحبها، تقدر تتفوض مثل ما تريد. فهي قضيتنا الحسينيات كلها هيك، مو ملك احد. بارك الله فيكم. سلمت يدك. وشوف الساحه مثلا، هذا مكان استراحة الخدم. للنام والنانة مثلا جهتين. هذا مطبخ للطبخ. فهذا أي حدا بمر من هذه المنطقة، أي أحد ممكن يوقف هون يأخذها ملك الأسر، كأنه استراحة. يعني استراحة. نعم. ممكن ينزل هون ينام أي ساعة. نعم. وبتقدم الأكل. تقدم الأكل، بس هي تقديم الأكل إلا بالمناسبات. المناسبات الدينية. نعم. أي مناسبة، أي وفاة مع الأئمة المعصومين، فهي تقدم الطعام. حاليا في مناسبة ولادة الإمام المهدي. هسه اليوم ولادة الإمام المهدي، وبعد كم يوم ولادة وفاة أمير المؤمنين عليه السلام، علي بن أبي طالب. فهلا بتقدم الأكل بمناسبة ولادة الإمام المهدي أم الحلويات فقط؟ لا، أكل. كمان أكل؟ لا أكل، لازم أكل، يعني هو هذا اللي جاي يمشي على رجليه، يريد أكل حتى. هلا في مشاية صار 4 أيام مشاية. والله. لا أعداد ملايين، مو قضية آلاف، ملايين وبكل شارع. يعني هذا شارع حاليا هلا. هذا شارعنا بسيط. الشارع الثاني اللي يطل من الحلة من كربلاء، فذاك هم شارع اذكر من عده. والشارع الناب الثالث اللي من الكوت هذا، والشارع الرابع من بغداد. سلمت ايدك. شكرا. حياكم الله. هلا بيكم. اهلا وسهلا. يا الله. فهي الحسينيات بشكل عام هذه الفكرة مو تابعة لأحد. احنا ندفع فلوس من جيوبنا، بس ملكيتها ترجع اسمها حسينية، اسم الحسين. فهي مختلفة عن المسجد. لا، المسجد فقط للصلاة. ما يصير هنا للإطعام للمنام. يعني هي هنا تكمل كل شيء، تكمل الصلاة، تكمل المنام وإطعام الطعام. الله. يعني لو سائح جاي اليوم عن نجف بده ينزل في الحسينية بيقدر ينزل؟ ضيافة، ما في عليه أي شيء. نحمد الله وشكرا. لا تدري شنو؟ احنا عندنا علمونا أهلنا اكو سالفة، يقول الخطار اللي يجي السائح يجيب رزقه وياه، ياكل ابو البيت ابو المكان ياكل برزق السايح اللي اجى الخطار، والخطار من يطلع يشيل ذنوب ابو البيت يذبحن برا. ما شاء الله. علمونا اهلنا على هذه الطريقه. فالخطار عندكم اولويه يعني؟ لا هو هذا هو احنا نتبارك به. يعني احنا هسه مثلا نلزم الامام نتبارك به، الشباك مالت الامام والخطار هم نتبارك به، نقول هذا راح يشيل ذنوب البيت. الله يبارك لكم يا رب. نحمد الله وشكرا. الله يبارك لكم. صحة وعافية. شكرا. بالصدفة يا جماعة وقفت على هذا المكان، بس كان بدي أسأل يعني شو فكرة المواكب والحسينيات اللي في الطريق. لينا حالنا جالسين على مائدة. السلام ورحمة الله. جالسين على مائدة مع الحجاج بمناسبة ميلاد الحجة عليه الصلاة والسلام، الإمام الحجة المهدي عليه السلام المنتظر، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. فإن شاء الله
العام القادم هالوجوه الطيبة أخواننا من جنابكم والحاضرين نستأنس في وجودكم إن شاء الله. طيب يا سيد علي هو الجامع الدنيا كلها. هذا الزلمة أردني نتشرف به، فجاي يريد يتاكد شنو شغله الحسينيات، يريد يعرف شنو هاي الحسينيات، شنو إعلامي؟ عملها. هسه عنك اعلامي مو اعلامي، يريد بس يريد يعرف شنو هاي الوادم، شنو هاي الوضعيه هاي اللي جاي تصير. السلام عليكم. جميل والله يا جماعه. بالصدفه هاي وقفنا وقفه، ولكن تعلمنا عن احد الشغلات الجديده بالنسبه إلي في هذا الطريق ما بين النجف وكربلاء. السلام عليكم، كيف الحال؟ يعطيكم العافية والله. يا مرحبا، اهلا وسهلا. شكرا، يعطيكم العافية. عشو. شكرا والله متعشي هلا. شكرا، بارك الله فيك. بس بصور. حياكم الله، براحتك. هذا موكب؟ هذا مضيف الإمام العباس. مين؟ مضيف الإمام العباس. مضيف الإمام العباس. يعطيكم العافية يا رب. عبد الوهاب اجيب لك شاي؟ اوه تسلم ايدك. تسلم ايدك، تسلم ايدك حبيبي، شكرا. صاحبك يقول متعشي، شلون يقول متعشي؟ يلا بسيطة، ناكل. حياك الله. أردني. حيا الله الأردن. على راسي عمي. حتعشى. شكرا. هاي العشاء. شكرا حبيبي. نزلت في مكان ثاني على الطريق يا جماعة، لقيت في تجمع كبير. طلع نفس الشيء في عنا هون مضافة الإمام العباس، برضو توزيع أكل لأي شخص مار من الطريق. زي ما شايفين في عنا طبايخ، في عنا قلي، في عنا رز، في عنا كل إشي متاح للزوار. عجيب يا جماعة. أردني. كيف حالكم؟ أصورك؟ احكي شو رسالتك للمشاهدين؟ شو الموجود هون؟ احنا هنا خدم الإمام العباس لجميع الزوار. كيف الحال يا سيد؟ الله يسلمك. أخبارك؟ الحمد لله. يعطيكم العافية يا رب. بارك الله فيكم. الله يسلمكم ويرزقكم إن شاء الله. شكرا. موفقين. شو سبب التوزيع اليوم؟ اليوم ذكرى ولادة الإمام مهدي المتوى عجل الله تعالى فرجه. الشيعة في عموم العالم الإسلامي مثل هذا اليوم يبتهلون إلى الله بالدعاء، لأن هذا يؤمنون فرحة الشيعة بهذا اليوم المبارك للإمام عجل الله تعالى فرجه. إن شاء الله نسأل الله أن يظهر ويملأ له قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. آمين يا رب. احنا نحتفل على طريقتنا الخاصة، نوزع طعام للزوار ابتغاء الأجر يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. ما شاء الله. عجيب المشهد يا جماعة. وعم بسأل بعض الأشخاص شو الهدف من هذا كله، بيحكوا لي إنه طوال السنة في بعض الأشخاص بيجمعوا من مالهم الخاص بهدف يعملوا هذا النوع من المواكب وهذا النوع من التوزيع لأجل خدمة زوار كربلاء، زوار المدينة المقدسة، يعني بهدف الأجر. فيعطيهم العافية. والله هون في عنا شاي، فلازم الشاي قبل ما نكمل الطريق. يعطيك العافية. السلام عليكم. كيف الحال؟ بارك الله فيك. بألف خير. شكرا. مأجور. بارك الله فيك. مأجور يا حبيبي. الطريق كله حرفيا فيها هذا النوع من المواكب بشكل عجيب. السلام حبيبي، حياكم الله. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. ابن حتوتة. والله باقي تقريبا 20 كيلو عشان نوصل إلى كربلاء، ولكن شوفوا الزحمة، هذه الزحمة ولسه في 20 كيلو قدامنا. فتخيلوا كيف الوضع راح يكون جوا كربلاء. واضح كل الناس عم تيجي من حوالين العراق باتجاه كربلاء اليوم عشان يحتفلوا بهذه المناسبة، ولا لا؟
يعطيك العافية من الأردن. على راسي انتوا كلكم. تسلم والله ما بتقصر. هاي معي صديقي من هون. كل حدا بحكي معاه في العراق بشكل عام وهلأ تحديدا بضل يدعوني أنزل عندهم في البيت كل مكان حرفيا، لدرجة اللي أنا صرت مستغرب. يعني هم كل الناس عن جد قصدهم لما يحكوا لي تفضل عنا، عن جد قصدهم أروح عندهم ولا مجاملة؟ جرب تقول للواحد يلا. تعرف هاي لازم أجربها. والله بدي أجربها. عين غطاء وعين فراش. وفعلا باخذوني وفعلا ياخذك اهل البيت وهو ما يكون يعرفك اصلا. هاي تجربة الرحلة الجاية ان شاء الله. تجارب راح اعملها في العراق ان شاء الله. تجربة واحد يجي يحكي لي تفضل يمنا واقول له يلا يمكم. هو فعلا راح ياخذك البيت، راح تنام وتاكل وتشرب وما راح يسألك ليش ووين ومنو نهائي. الله أبدا. نشوف. يعطيك العافية حبيبي. شكرا شكرا. أول ما دخلنا المدينة بلشوا يوزعوا علينا بالسيارة الحلويات. الطريق اللي بالعادة باخد 15 دقائق إلنا واقفين فيه تقريبا 40 دقيقة، بين 40 دقيقة وساعة. والمواكب والاحتفالات والفرحة شوفوا هدول جايين. والله ماني عارف شو في. خليني ثواني والله بدي انزل. لنا ساعة على طريق طوله دقيقة. يلا بدي انزل بس اصور هدول. يا بي شوفوا يا جماعة. والله ما انا عارف شو عم بيصير، ليه عم برقصوا، شو الموضوع، بس حلو. هلا هلا بابا. هلا هاو ار يو. والله حلو الفرح يا جماعة، حلو، أجواء فرح رهيبة. رجعت عند عبد الوهاب في السيارة، بدنا نكمل طريق الدقيقة اللي باخد ساعة. يلا والله أجواء رهيبة. في موكب تاني مار من عنا، خليني أنزل. غصبا عن ما يرضون حيدر الله، وغصبا عن ما يرضون حيدر الله، وغصبا عن ما يرضون. مبارك لكم ولشيعة أمير المؤمنين ولجميع المسلمين في العالم ولكل من نادى لبيك يا حسين. الطريق من النجف إلى كربلاء بالوضع الطبيعي باخد ساعة. احنا إلنا تقريبا 6 ساعات ونص إلى الآن على الطريق بسبب الزحمة. شوفوا يا جماعة الزحمة حرفيا لو بننزل نمشي كثير أسرع، بس احنا مضطرين نكمل بالسيارة لأنه ما في مكان نصف، فيعني لازم نكمل بالسيارة لنوصل مكان نصف.
أخيرا يا جماعة بعد كل هذا الطريق الطويل وصلنا للفندق، حطينا شناتينا في الغرف، وهلأ بدنا ننزل نشوف الاحتفالات. ولكن قبل ما أنزل على الشارع، السؤال شو هي الاحتفالات اليوم وشو المناسبة؟ باختصار مناسبة اليوم هي مناسبة ولادة الإمام المهدي. الإمام المهدي اللي هو يعتبر أحد أئمة المعتقد الشيعي. هذا الإمام اللي ولد سنة 255 هجري وبعدها اختفى، ويعتقد أنه سيعود في نهاية الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا. فحاليا اللي عم بيصير عندنا في الشوارع اللي هي احتفالية ولادة الإمام المهدي. طبعا الإمام المهدي موجود عندنا في السنة، ولكن في اختلاف ما بين السنة والشيعة، بأنه عند الشيعة الإمام المهدي ولد سابقا وسيعود، غاب وسيعود في نهاية الزمان، بينما في المعتقد السني عندنا إنه لم يولد بعد، سيولد في نهاية الزمان وأيضا سيملأ الأرض قسطا وعدلا. فهذا هو الاختلاف ما بين السنة والشيعة. فبس ما بدنا نحكي كثير في التفاصيل حاليا، بدنا ننزل نشوف الاحتفالات. فهيا بنا ننزل إلى الشارع. في هون موكب قمر بني هاشم، بوزعوا قص يا جماعة، حتى قص موجود. كيف حالك؟ يا جماعة طول الطريق بتشوف ناس بيوزعوا حلويات، بيوزعوا أكل، بيوزعوا قص، بيوزعوا صورة؟ يلا طلع لي باليوتيوب. رحم الله والديك. واحد جاي وياك ابو حمود. مين حامد؟ الله يسلمك. شو بتعملوا هون؟ هنا على الصيدلي، انا مترجم عربي انجليزي فارسي، وهنا اترجم للزوار الايرانيين. فشو اللي بتوزعوا ادويه للمحتاجين دواء ولا هيك؟ هاي علاجات كلها مجانيه. فزي الموكب بس صيدليه مجانيه. صيدليه مجانيه. شكرا. ضغط وسكر هنا. برضو القياس مجاني بالكامل. كله مجاني. فانتم مستشفى صغير للموجودين للزوار. ضمادات، كل تفاصيل الخياطة، جروح، كلها موجودة. مجاني بخدمة الزوار. شكرا، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. فيا جماعة الواضح مش بس الأكل بتوزع، حتى في أدوية بيوزعوها، جزء من المواكب، جزء من الشغلات اللي بتتوزع للزوار. وصلنا أخيرا يا جماعة عند المراقد المقدسة. هذا اللي شايفينه وراي هو مرقد الإمام العباس. إذا بتطلعوا فوق مكتوب عنا السلام عليك يا ساقي عطاشة كربلاء. ومن هون المدخل والله أعلم، هلأ بنشوف. بس الساعة هلأ 1 بالليل، وهذه الزحمة الموجودة الساعة 1 بالليل. أحسن من العين للأمانة يا جماعة. المنظر بديع، المبنى جميل جدا. شوفوا المقرنصات الموجودة هون في الداخل، فعلا جميلة. الأضواء بالليل، عن جد حلو المكان. حياك، شرفنا معك. شكرا متابعينك حبيبي. شكرا. هاي كل ما يصير عندنا مناسبة تتبدل القطعة، تتبدل. مثلا هسه احنا تخلص الزيارة هاي تبدي وراها. وصلت يا جماعة على هذا الباب اللي بيسموه باب قبلة الإمام العباس. شايفين جمال المكان وراي؟ وحاليا حاطين هاي الإشارة اللي هي بتدل على المناسبة اللي احنا فيها. ببدلوها في كل مناسبة، يعني بعد أسبوعين راح ينحط واحدة جديدة لرمضان. وحسب ما فهمت تصميم البوابة جاي ملتف نوعا ما، والهدف منه تشكيل صورة انه شخص يضم، لانه الامام العباس كان معروف عنه كافل الايتام، فبالتالي عاملينه على شكل شخص يضم، دلالة على فكرة كفالة الايتام.
فزي ما شايفين في عندنا من هون تقويسة وفي عندنا من هناك تقويسة على شكل شخص يضم. من أول ما تدخل بتلاحظ أغلب الأبواب في عليها الفن الإسلامي بالعمارة اللي هو المقرنصات زي ما شايفين فوقي. عجيب، من أول ما تدخل هيك في عندك جزء من التصميم معمول تحديدا عشان يعطيك راحة نفسية. اللون الأخضر، اللون الأزرق، عملوا تصميم لهذا السبب. دخلنا منطقة المرقد يا جماعة والمكان بديع. حياكم الله النشام. الله يحييك، الله يحييك. أهلا وسهلا. محمد صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. هذا يا جماعة اللي هلأ كنا فيه اللي هو مرقد الإمام العباس. المكان من الداخل يعني الكلمات لا توصفه. انتوا شفتوا بالغالب في اللقطات اللي هلأ صورتها. عجيب، أول ما تدخل كمية التزاحم، ولكن المكان فعلا جميل. من هون ولا من وين؟ بتلاحظ في كثير ناس بيجوا وبيبيتوا في نفس المرقد عشان اليوم يوم مناسبة، فبالتالي بيجوا من المحافظات المختلفة وبيقضوا ليلة في هذا المكان. هون في وراي مجموعة لقيتهم بيغنوا أهازيج، ما بعرف بالضبط شو، بس الليلة فرحة الليلة. كلهم ضايعين الأطفال اليوم. شو فيه؟ أم حيدر من أهالي خان بني سعد رجالة. أم حيدر، وين أم حيدر؟ يا أم حيدر بدنا نسجل الفيديو يا أم حيدر. يا جماعة هذا المكان اللي طلعنا منه هلأ اللي هو قبر الإمام العباس، ورايحين على الجهة الثانية اللي فيها قبر الإمام الحسين. والمنطقة اللي في النص بسموها اللي هي منطقة ما بين الحرمين الشريفين. هاي المنطقة بعض الناس اللي بيكونوا مش قادرين يروحوا على مكة عشان يعملوا العمرة في عيد الفطر تحديدا بيعملوا السعي ما بين القبرين 7 طوفات، لأنهم مش قادرين يروحوا على مكة بشعيرة شبيهة للي ممكن يعملوها في مكة. فهذا هو المكان. احنا هلا متجهين باتجاه اللي هو
قبر الإمام الحسين. زي ما شايفين هناك مكتوب السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا أبا الشهداء. كل شوي بتنزل علينا من فوق زخات لهاي الأشياء اللي هي ملبس، الناس بيكونوا بيرموا لفوق واللي بلقط. فهلا مسكت هاي العالم كله. هذا عراقك، هذا عراقك، هذا عراق. الله يسعدك. عراق. شرفنا، شكرا، يعطيكم العافية. ان شاء الله نشوف بالافراح بإذن الله. مقبولة. وصلنا عند المرقد الثاني، مرقد الإمام الحسين. هذا هو اللي وراي. قبل ما ندخل جوا في معلومة لازم أحكي لكم إياها للناس اللي ما بتعرف. زيارة كربلاء بالنسبة للمذهب الشيعي هي فعليا بقدسية زيارة مكة والمدينة بالنسبة للسنة. الناس كلها جاي تدعي، جاي تصلي، جاي تزور المراقد. هذا كلياته بيعتبروه من أقدس الزيارات اللي ممكن يعملوها في حياتهم يعني. دخلنا يا جماعة على مرقد الإمام الحسين اللي هو هذا هون اللي وراي، داخلين عليه. وكمان لما ندخل هون بتشوفوا فوقنا المقرنصات، الفن الإسلامي العجيب. رائع يا جماعة، رائع. دخلنا إلى صحن المرقد. هذا هو المكان، أكبر بكثير تقريبا من مرقد الإمام العباس، بتشوف، وأزحم كذلك. شايفين وراي هناك في البعيد هذا قبر الإمام الحسين. هلأ بدنا ندخل عنده، ولكن الزحمة، ازدحام كبير، كل الناس بدها تيجي هون وتتبارك بالقبر، فبالتالي في شوية ازدحام. فهيا بنا. كيف حالك؟ بس اللي عندي حرك كويس. اللهم صل على محمد وآل محمد. طلعنا من عند مرقد الإمام الحسين الموجود هون في الغرفة وراي، ومثل مرقد الإمام العباس الازدحام كبير جدا. التهليلات، الصلاة على النبي، والديزاين يا جماعة عجيب. المرايا، الإضاءة، الذهب، مكان يعني فوق التصور. وصلت الآن على مقام الإمام المهدي. هذا هو اللي وراي، شايفين المكان. الفكرة إنه الإمام المهدي مر من هون وحط رحاله في هذا المكان تحديدا، ففي عنا مقام برضه ممكن نزوره في الداخل، ولكن خلص بكفي، شفنا كثير اليوم. فهذا هو المكان. والعجيب إنه في إشي أول مرة بشوفه في كربلاء، اللي هو موضوع الشموع. خليني أخذكم عنده. عراقي؟ لا، أردني. هذا المكان مخصص لإشعال الشموع. إذا شايفين كل الناس اللي حوالينا بيشعلوا شموع حوالين النهر. والفكرة منه إنه مع كل شمعة يعني بتدعي دعوة، بتتمنى أمنية، بتصلي صلاة. وكل الناس هون عنا بيشعلوا الشموع. بارك الله بيك. بارك الله بيك. شامت خليل كترها، شامت خليل كترها، شامت خليل كترها. صلوات على محمد وآل محمد. هلا عليهم هلا، هلا عليهم هلا. تخيلوا يا جماعة، الساعة حاليا صارت 5 الفجر تقريبا،
وما زال الوضع على حاله. عجيب يعني، بتطلع بتقول الساعة 8-9 المساء في عنا هذا المكان صراحة ما بعرف ايش فيه. رجعت على الفندق الساعة 5 الفجر ووضع الشوارع ما زال على ما هو عليه. يا جماعة شوفوا الزحمة، شوفوا الزحمة، الساعة 5 الفجر الشوارع مسكرة. تصبحوا على خير، بشوفكم بكرة. بعد زيارتي القصيرة اللي وجدته إنه أتباع المذهب الشيعي ناس بيختلفوا معي بالتفاصيل وإلهم ممارساتهم الخاصة، ولكنهم بالنهاية بيشهدوا إنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وغالبية اللي بنعرفه عنهم إشاعات. اكتشفت إنه المقاطع اللي بشوفها على النت من سب الصحابة ومعاداة المذاهب الأخرى هي من جماعات متطرفة وليست الفكر السائد. واكتشفت إنه مهما حكولي عن الطائفية بالعراق فأنا شفت بعيني إنها لم ولن تكون عراقية. لا تردوا على الذباب الإلكتروني.